حكايتنا النهاردة عن شادية بعد الاعتزال. تعالوا معايا نعرف الحكاية ايه. اعتزلت شادية الفن سنة 1986 وعاشت حياتها في منزلها المطل على حديقة الحيوان بالجيزة في هدوء تام. كانت تصحى الساعة 5 الصبح تصلي الفجر وتفطر، وبعدها تنام وتصحى الساعة 11 تقرأ القرآن. ما كانتش بتخرج من منزلها خالص إلا للضرورة القصوى. معظم خروجها كان علشان تروح مؤسسة شادية الخيرية في الهرم. كانت بتروح مرة كل شهر علشان تشرف بنفسها على الخدمات المجانية اللي بتقدمها للفقراء من خلال دار الأيتام ومستشفى خيري ومسجد، بالإضافة للمستشفى ودار الأيتام في منطقة الجيزة ومسجد في المعادي. شادية اتعرض عليها ترجع تمثل تاني وراح لها أدوار كتير، لكنها رفضت وثبتت على مبدأها في الاعتزال اللي بتعتبره توبة وعودة إلى الله. واتعرض عليها ملايين عشان تطلع على الشاشة تحكي قصة اعتزالها ورفضت، وعرضوا عليها مسلسلات دينية ورفضت، وكمان تكريم من رؤساء الجمهورية وأصرت إنها ما تطلعش. وكان من أحب الرحلات لشادية هو الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء عمرة رمضان. تواظبت عليها فترة طويلة لم تنقطع عنها إلا في السنوات الأخيرة نظرا لمرضها. ثبات شادية بعد الاعتزال شيء مبهر لم يتكرر في الوسط الفني، الله يرحمها. والعلم كان نفسها تسحب كل أفلامها وأغانيها من التلفزيون، لكن الموضوع كان خارج عن إرادتها بسبب مافيا المنتجين، ونصحت بعدم مشاهدة أفلامها وأغانيها. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة وقبول صالح الأعمال. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.